غاشي يبني كل القبائل المجاوره. كما شفتوا اليوم احنا في بو عرفه عاوتاني وجينا عند هاد التعاونيه نتاع التمور. كيسمي التعاونيه ديالكم؟ قدمنا راسك. مرحبا بكم الناس ديال الدرارة العرش الخضر، الناس بنيكيل مع تركا وبنيكيل وكل تحياتي ولاد مبارك ولاد الحاج حاجين ياكو مع تركا ولاد الجابر ولاد القاسم فيها بزاف. مرحبا بكم ولاد تبو عيشات ولاد مبارك. اهلا مرحبا، تحيه لولاد مبارك. هذا جا في بوعنان وجينا نسولو على التمر شحال كاين مواحه واخا بعدا كنقدم لكم سي عبد الربي مشكور من بوعنان تعاونات الرحمن المهدات ببوعنان كتنشط في تثمين التمور ومشتقات التمور. بوعنان كيمتاز بعده انواع ديال التمور اللي كتستعد تقريبا اكثر من 36 نوع ديال التمور بوعنان. من اهم التمور عندنا بوعنان هي الفكوس، المجهول، الحفص، بوزكري، الخلط الرطبي. كاين عده انواع اخرين. بوعنان كما قلت لكم هو واحه يعني كتضم بوعنان وتكوميت، ولاد العباس، الحرش، بنيتي، عورير، كذلك حتى عين الشواطئ. هذا الواد كله يعني واحه بوعنان، الواد على واد بوعنان اللي كنتمناو راه كنبنيو عليه سد ان شاء الله، واد سد قرو اللي كيتنزع عليه ان شاء الله غادي يكون من ثاني اكبر سد، ثاني او ثالث اكبر سد في المغرب ان شاء الله. ان شاء الله بحول الله اللي غادي تستافد منه كنظن جميع المنطقه. بوعنان كما قلت لكم هو كيمتاز بالتمور وكذلك مشتقات التمور. مشتقات التمور كنستعملوا مثلا كنديروا التحلاوت اللي هي هذه تحلاوت من تحلاوت الاوكاب الرب اللي معروف على المنطقه بالرب، ولكن التسميه الجديده هي تحلاوت هي اسم امازيغي وحنا المنطقه الحمد لله المغرب. كذلك كنستعملوا كذلك الكحول ديال العينان. الكحل غاشي من نواه التمر، من العظم ديال التمر، نواه التمر، الكحول ديالو التمر. كذلك كنستعملوا السكر البديل ديال التمر اللي بالنسبه للسكر الطبيعي اللي كنستعملوه في القهوه وفي العصير وكذلك في الكيكه فوق الشفاه في اي جميع المناطق. كذلك عندنا هنا كنديروا البن او القهوه، المشروب ديال القهوه ديال نواه التمر. المشروب ديال نواه التمر من التمر. الحمد لله يعني التمر ولا هو النخله المباركه. كنستافدوا منها عمرها فيها حتى حاجه ما كترمى. كنا واحد الوقيته كان الناس الغاج ديالنا كناكلوا التمر نرموا العلف، نرموا الحشاف، ولكن الحمد لله في هذه الوقيته حتى حاجه ما كترمى. كلشي كنستافدوا منه. التمر كناكلوا، العلفه كنديروا منها منتوجات اخرين، حتى التمر اللي كنشوى دايش كنولوا نديروا منها منتوج اخر جديد. كذلك حتى الجريد كلنا كنستعملوا الجريد اللي كان يسببنا في الحرائق ولا في الغابه ولا كنطحنوه كنزيدوا في العلف ديال المواشي. حتى لما ما استعملناش في العلف المواشي كنوليو نردوه غبار حاشاكم او لو كومبوست كتسميد التربه. واحد السؤال اخر سولتك في الاول هو بحال ما فرق الواحات الناس المغرب؟ كاين اللي ما يعرفش التمر يعني انا بدل ما كنعرفش التمر كنعرف المغرب ماشي المغرب، ان كاين اغلب الناس كيعرفوا اسم التمر ما كيفرقوش ما بين انواع التمور. وكاين انواع تمور كثيره كيف قلت لكم راه في المغرب عندنا تقريبا حوالي 453 نوع تمر في المغرب، لان كيمتاز بالواحات، واحات فيكيك، واحد زيز درعا، واحد طاطا بليميم ديال الصحراء، يعني واحات كبيره. للاسف المغرب مازال ما عندناش اكتفاء ذاتي نظرا لبعض الظروف، لان كنا المغرب تعرض لعده الجفاف وكذلك واحد المرض اسمه مرض بايوض. تعرضت للنخات ازيد من 1000 اكثر من 10000 تقريبا مليون او اكثر من مليون شجره ديال النخيل تعرضت لهذه الافات ديال البيوض. ولكن الحمد لله مؤخرا ولات المجهودات المبذله من الناس من الثمار الفلاحي وكذلك الاستشاره الفلاحيه وكذلك المديريات الفلاحيه في المغرب، جهودات كثيره ولات طرحات، ولا كان دابا الحمد لله راه ولات ضيعات كبار بديله على المحاربه ذاك البيوض. ولا الناس توعات، الفلاحه ولاو توعاو ولا كيغرسوا النخيل من جديد، ولا حتى الاشجار اللي كتنقرض بعض الانواع ديال التمور كتنقرض، ولكن ولا حيينا الحمد لله. والشباب هذا الجيل الخضر ان شاء الله ولا الشباب الصغير ولا توعى، ما بقاش ديك الافكار يعني كيعتمدوا على باواتهم، ولا ولينا كنديروا كنطرحوا الفكره غرسوا واكلنا ولكن سنغرس ويأكلون ان شاء الله. ان شاء الله لان كان الناس كنت عندنا الفكره غير كانوا غارسوا كناكلوا ولا كنا غير كناكلوا. تنميه مستدامه لان كان الاجداد ديالنا كانوا كيغرسوا وجينا قال كلشي موجود بقى كناكلوا.
ولكن بقى كتعرض للانقراض لان ما بقاش واحد البديل اللي غيرس. ولكن ولات طرحنا الفكره اننا خصنا حنا نغرسوا باش ناكلوا وياكلوا ولادنا وياكلوا ولادنا ويجيو ولادنا حتى هما يغرسوا وياكلوا ان شاء الله. الله يعطيك جزاك الله بخير وشكرا بزاف ومرحبا بكم في بارك الله فيكم شكرا. وبوعنا راه ديالنا الحمد لله حنا كاع ولاد المنطقه وحده ومرحبا بكم نزوركم ان شاء الله في تندرار ان شاء الله. مرحبا بك حرصت عين تندرار الله معك. بغيتو تزورونا مرحبا بكم حتى نتوما. الله يعطيك الخير. مرحبا بكم تحياتي بارك الله فيكم. اللي بغى شي حاجه يتواصل معاهم ها هو كاين الكحل تعاود رحمه بوعنان تعرف رقم التليفون ديالنا مرحبا 06 73 58 44 87. اتصلوا بهم اي